السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم بقناة فن الحلويات مع سناء. دائما في الوصفات اللي سنحضروها في شهر رمضان. اليوم إن شاء الله سنتعلم كيفية تحضير كيكات مالحة بالخضر. بالنسبة للخضر غنحتاجو القرعة واحد خيزو، واحد ديال الفلفله سواء حمراء سواء خضراء سواء صفراء، نقطعوهم عويدات صغار ونشحروهم في نقيطه ديال الزيت. انا درتهم في طاجين، نتوما ممكن ديروا مقله، تعجبني طاجين حيت عندي طاجين ثقيل تعجبني نشحر فيه الخضره. من بعد غادي نحتاجو ثلاثه ديال البيضات، 100 مليلتر ديال الزيت العود اولا بجوجهم خلطوهم، زيت العود وزيت الروميه اولا غير زيت الروميه على حسب الاختيار. نطربوهم مزيان ومن بعد نزيدو الحليب حتى هو 100 مليلتر. انا غنكتب لكم كلشي في المقادير كلهم في صندوق الوصف. المهم نخلطو مزيان ومن بعد نزيدو الحليب، 100 مليلتر ديال الحليب. غنحتاجو كذلك 180 غرام ديال الدقيق مع 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلوى. عندنا واحد شويه ديال الزعتر سواء اليابس سواء الفخي، الا كان الفخي من الاحسن طري. عندنا البزار والملحه، وعندنا 50 غرام ديال الفرماج، يعني باختياري، نقدروا نديروه نقدروا ما نديروش. ملي وجدات لينا العجينه ديال الكيك غنديروهم في القالب ديال الكيك. نقدروا نديروا هاد الوصغه، نقدروا نديروا المول ديال الكيك بحال نفس الشيء، وتندهنوهم بالزيت والدقيق ولا الزبده والدقيق صافي، نطيبوهم في الفران 160 درجه.
شكرا لكم على المتابعة وإلى لقاء جديد بإذن الله.